السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد بعد غياب طويل. أيام كتير عم طول والله لأنجي أنشر هون. حبايبي يسعد لي أوقاتكم يا رب. كيف الصحة كيف الأمور؟ قبل ما نبدأ لازم نبدأ بصلاة على النبي. مثل ما وعدنا كنا بنرجع بنصور لكم الطبيعة وين بنروح وين بنيجي. مثلكم شايفين هيدا الطريق يلي نحن رايحين عليه على طريق عيون السمك. طبعا برجع هيدا الطريق عم صوركن اياه ونحن راجعين على البيت لانه ما كان عندي مساحة اقدر اصور لكم شي، بس هيدا الطريق رجع ونحن راجعين بورجيكم هيك الطبيعة وجمالها والناس كيف. شوفوا لي مناظر الطبيعة شقد حلوة عن جد. راحة نفسية كتير اطلالتها بتجنن. هون كان كتير شمس حامية قدرت اصور لكم اياه هون. هون قدرت اني اصور لكم هيك كم مقطع هيك صغار اورجيكم شقد جمال الطبيعة حلوة. سبحان الخالق. هون حبايبي كنا عم نساوي شيش برك وعم نعملها. انتو شلون بتعملوها؟ طبعا ما قدرت اصور لكم كيف انه بساويها. هون كانت اللحمة مجهزينها وبلشنا نعملها وهيك كانت قطعة صغيرة. عملت لكم فيديو قصير حتى ما تنسوني وتضلوا تتذكروني. وانا عم نحرك اللبن. طبعا اللبن انا هون كنت حاطط له بيضة. في ناس بحطوا له نشا في طحين، بس انا بحط له بيضة الافضل والاحسن عشان ما شلون بدي لكم يفرط معي اللبن فبضل نظامي مثل ما هو جامد. كتير حلوة، جربوا طريقة البيضة عن جد. واللي بتقول بتطلع زنخة وما زنخة ابدا ما فيها ريحة بنو. هون بعد ما غلي اللبن بعد اصرار وتعب فيه بلشنا نسقط اللبن، نسقط الشيش برك بقلبه. كل شي بنحركه عشان ما تلزق الشيش برك لانه عجين تلزق باللبن. حبايبي بلشنا نعمل بالسمبوسك. كمان ما قدرت اصور لكم اياها، بس انه بعمل لكم هيك شوية فيديوهات قصيرة. هون كانت مستوية الشيش برك وعم تغلي مزبوط. هون السمبوسك اللي عملناهن كمان عجينته لحالها، هاي عجنتهم شكل والحشوة نفس عملناها، بس انه كل وحدة عجينة شكل. هون كانت النتيجة خالصة. اعطوني رأيكم بالنتيجة ان شاء الله تعجبكم يا رب. هون عملناها. هون علينا السمبوسك وصحتين وعافية على قلب الجميع. وانتظرونا بفيديو جديد.